كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. مباراة نصف النهائي الثاني التي جمعت فرنسا مع المغرب وأدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس. المباراة الرابعة لهذا الحكم. هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل. قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاءه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل، بهذا الشكل، واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه، نكمل اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات. السلام عليكم اخوان. دابا كنت كنفكر في التوقيت ديال الماتش ديال المغرب والتوقيت ديال الماتش ديال فرنسا، وانا نتفكر واحد القضيه بغيت نفهم علاش، كيفاش ان فرنسا لعبوا التومون نهار الحد والمغرب لعب نهار الثلاث، ودابا الربع المغرب غادي يلعب قبل فرنسا. المغرب غيلعب مع الربعه وفرنسا غادا تلعب مع الثمانيه، علما ان فرنسا لعبوا نهار الحد، يعني تقريبا عندهم 3 ايام ديال لا ريكوبيراسيون زايده. 3 ايام ماشي سهله باش اللاعبين يسترجعوا اللياقه البدنيه ديالهم. غيلعبوا في نفس النهار، والمشكل هو ان المغرب غيلعب هو الاول. المغرب غيلعب مع الربعه وفرنسا غتزاد 4 السوايع ديال الراحه، ما يلعبوا حتى ل8. قولوا لي في الكومونتير كي جاتكم هاد القضيه، واش ما كاينش امتياز هنايا لفرنسا؟ حيت هي ديما عندها شويه ديال الامتيازات في المونديال، ديما عندها شي لعبه، ديما فرنسا عندها شي قضيه كتجيها واش الزهر، واش ديما عندها الزهر ولا ما فهمتش هاد القضيه هادي. ما فهمتش انايا كيفاش فرقه تلعب 3 ايام قبل وتاخذ الوقت ديال لو طون دو ريكوبيراسيون بلوس وتلعب الربع في نفس النهار مع المغرب اللي لعب نهار الثلاث وهي لعبت نهار الحد. المهم ديروا لي في الكومونتير اش كيبانت لكم هاد القضيه، ولا غير انايا غير انا بوحدي اللي جاتني بيزاخ. الله يعاونكم.
لا لا اللي مهم هي حطينا الماكسيموم. شوف الدراري تقاتلوا حتى الدقيقه الاخريه كنا باغيين نديوها، بحق ما كتبش. يسمحوا لنا المغاربه، كنا باغيين نجيبوهم في الفينال، بحق مره اخرى ان شاء الله. لا لا اللي مهم هي حطينا الماكسيموم. شوف الدراري تقاتلوا حتى الدقيقه الاخريه كنا باغيين نديوها، بحق ما كتبش. يسمحوا لنا المغاربه، كنا باغيين نجيبوهم في الفينال، بحق مره اخرى ان شاء الله.